هنشرح اهم ليسن في نظري، ومن احلى حرفيا الحاجات اللي اخترعوها في الماث. انا ده رايي يعني. بصوا، هي تبان صعبه بس معايا بجد هي سهله. فركزوا معايا و let's get started. البار موديل حبوه معايا يا جماعه. قبل ما اشرح البار موديل انا هديكوا 3 questions كده بحيث ان انتوا عايزاكوا تحلوها وتقولي هنعمل ايه، عشان انا يعني اسمع كده اقاويل كتيره كده اللي هو مش لازم البار موديل يا جماعه وهنحل بطرق غير البار موديل. مفيش الكلام ده. ليه؟ لان سمعت كده كلام بيقول تعالوا نشوف لو انا قلت لكم 16 بلس كام ايكوال 19. بكل بساطه حد هيجي يقول لي يا ميس الموضوع بسيط، 16 محتاجه كام عشان تبقى 19؟ محتاجه 3، هزود عليها 3. ولكن انا مفيش حاجه اسمها كده، يعني انا اعتبرني كالكوليتر، فالكالكوليتر دي مش هتيجي تقول ايه بقى اعتبرني كالكوليتر، فانا ككالكوليتر هتقول لي ال 16 يا كالكوليتر زود عليها كام عشان تبقى 19؟ مفيش الكلام ده طبعا. انا يا اما هقول انا التو نمبرز اللي موجودين عندي هما مين؟ 16 و 19. اوكي، يا اما اعمل لهم بلس يا اما اعمل لهم ماينس، ما انا مش هعرف اقول للكالكوليتر ازود عليها كام واعمل ايه. ف 16 بلس 19 ولا ماينس؟ فلو جينا بصينا بالعقل كده مين اللي طلع 3؟ 19 بلس 16 ولا 19 ماينس 16؟ 19 ماينس 16 فعلا. 19 ماينس 16 equal 3. يبقى هنا البلس بقت ماينس، عشان بس في ناس تقعد تقول لك كده البلس بقى ماينس. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. ليه؟ ركز معايا وخليك معايا لحد الاخر في الفيديو. طب هنا حد يقول لك طب الماينس بقى يتحول مثلا مش عارفه بلس مثلا. تعالوا نشوف كام مين النمبر اللي لو شلت منه 3 يطلع 16. اتفقنا ان الكالكوليتر ما بتفهمش الكلام ده، بس هو نفترض ان انت كستودنت جميل حليته وقلت صح. كام اشيل منه 3 يطلع 16؟ فعلا اللي قال 19 صح. ال 19 اشيل منها 3 عشان تطلع 16. قلت لك تمام، بس انت التو نمبرز دول اللي كانوا موجودين عندك عملت لهم بلس ولا عملت لهم ماينس؟ قلت للكالكوليتر ايه؟ عملت لهم بلس صح؟ جميل. يبقى يا ميس بقى يبقى الثيرم اللي بتقول ان الماينس تحول بلس والبلس تحول ماينس يبقى هي كده صح. قلت لك لا استنى عشان هسيب الجدل دلوقتي حالا. تعالوا نشوف السؤال ده. 19 ماينس كام يديني 16؟ قعدنا نفكر وقعدنا نجيبها بكل اللي احنا قلناه ده. فال 19 اشيل منها كام عشان تطلع 16؟ يبقى 3. رحت قلت لك تمام، انت عملت على الكالكوليتر ايه بقى؟ ولنفترض انت هتغش كده على الكالكوليتر، همسك التو نمبرز دول اعمل لهم بلس ولا اعمل لهم ماينس عشان اطلع 3؟ العقل بيقول ماينس، عشان 19 اشيل منها 16 تطلع 3 اللي انتوا قايلينها. كلام جميل، ولكن الماينس ما تحولتش بلس ولا حاجه. يبقى لازم تفهم البار موديل، لازم تفهم البار موديل. تعالى نفهمه. شوف طيب البار موديل ده شكله ايه؟ هو ده شكله بالظبط كده، والحته الكبيره دي طبعا المفروض ان الكبيره دي قد الاتنين الصغيرين اللي تحت دول، فده اسمه اللي فوق هول يعني حاجه كامله على بعضها، والاتنين الصغننين تحت دول اسمهم بارت وبارت. هتفهم واحنا يعني خليك ماشي معايا للاخر. لو انت شفت بلس ف بارت بلس بارت تاني. اول ما اشوف بلس فبنعمل كده بارت بلس بارت. طب لو شفنا ماينس هنقول هول ماينس بارت تاني، يبقى بارت بلس بارت بارت بلس بارت. واحفظوا الكلمه دي كويس. طب لو ماينس هول ماينس بارت. طب انا ليه بقول الكلام دوت؟ هنحل بيها ونشوف، بس خليكم فاكرين البار موديل ده عشان احنا هنرسمه في كل حاجه. السؤال بيجي بالمنظر ده، بيقولي 19 بلس كام ايكوال 27. انا هنا مش عارف انا هعمل بلس ولا هعمل ماينس، فقلنا احنا هنحل بالبار موديل. بس خلي بالكم قالك انت خلاص بقى كبرت على كلمه بوينتس كده يحطوا بوينتس وتقولي وات والكلام ده كله. لا، راح استبدلها بليتر، اي ليتر في العموم، ليتر مثلا واي، وراح قايل لي هاتيلي هنا الواي بكام. ايه الواي دي؟ يعني هي هنثبتها واي؟ لا، هي الواي دي ده عبارة عن variable. ايه هو الفاريبل ده؟ الفاريبل ده
هي بدل النقط اللي كانت موجودة دي، ولكن احنا استبدلناها بواي وبي واي وسي، اي لتر على فكرة. يعني ممكن نحط اكس، نحط بي اهو عادي. ممكن نقول اكس مثلا 19 plus x equal 27. طب مين هو الاكس دي؟ الاكس دي عبارة عن variable انا مش عارفه، number انا مش عارفه، فرمزت له بالفاريبل ده او الليتر ده x مثلا. فهو عايز يعرف الاكس دي ايكوال كام، يعني مكان الاكس دي كام، اللي هي كانت في البوينتس لو خدتوا بالكم. طب هعملها ازاي؟ تعالوا نعملها بالبار موديل ونقول، فاكرين كنا بنقول لو بلس بارت بلس بارت، تاني ماليش دعوه باللي بعد الايكوال، بلس اهي بارت يعني ده بارت، بلس بارت يعني ده كمان بارت، يبقى ده هيتحط في البارت وده هيتحط في البارت. طب فاكرين البارتس كانت فين؟ الاتنين اللي تحت، يبقى انا هحط تحت 19 اهي في البارت، وهحط الاكس برضو في البارت. طب ميس في مكان فاضي احط فيه ايه؟ احط بقى فيه النمبر المتبقي بقى اللي هو ال 27. طيب انا كده رسمت في البار موديل، انسى بقى الكلام اللي فوق ده خالص، ركز على البار موديل. البار موديل لو في مين التو نمبرز اللي قدامك هنا، طبعا انا مش هقول اكس، مين التو نمبرز الموجودين عندي هنا؟ 27 و 19. يبقى انا هقول بلس ولا اقول ماينس؟ ثواني، هو ال 27 دي في الايه؟ في الهول ولا في البارت؟ في الهول. وال 19 دي في الهول ولا في البارت؟ في البارت. طب هول وبارت كان ايه؟ بلس ولا ماينس؟ اسمع، كان ماينس. يبقى هنا 27 ماينس 19 وايكوال كام بقى؟ عادي ايكوال 8. يبقى هنا هتبقى ايه؟ الاكس هنا ايكوال 8. تاني انا عملت ايه؟ اول حاجه هي عباره عن 2 ستيبس. اول ستيب انا هحط في البار موديل، وبعد كده اشوف من البار موديل. باختصار لو انت حطيت في البار موديل لقيت ان التو نمبرز فوق وتحت يبقى ماينس، لو التو نمبرز كانوا جنب بعض كنا هنعملها بلس، لانها هتبقى بارت وبارت، والبارت وبارت عباره عن ايه؟ بلس. ما تعيدش الفيديو تاني وكمل وهتفهم. هنا يا ابطال بيقول لي هنا y minus 100 equal to 150. هنا بيقول لي find the variable of y، هو عايز الواي، عايز يعرف الواي دي مكانها كام. اتفقنا اي equation بالمنظر ده فيها variable هنحل بالبار موديل وهنقسمه بالمنظر ده. تعالوا نشوف هنا بلس، عشان لو بلس هنقول بارت بلس بارت. طب لو ماينس هنقول هول ماينس بارت. هنا في هنا ايه؟ ماينس. يلا شاور واقول هول ماينس بارت، يبقى دي في الايه؟ في الهول، يبقى واي اهي في الهول. ماينس بارت يبقى دي في البارت، والنمبر المتبقي حطه في المكان الفاضي، يبقى هنا ايه؟ 250. طب انا عايز اعرف هنا ايه الفاريبل هنا y equal كام؟ ها ثواني، هو التو نمبرز دول في الايه؟ في البارت والبارت، بارت والبارت يبقى ايه؟ بلس، واتفقنا لو جنب بعض يبقى بلس، يبقى 100 بلس 250 equal كام؟ 350. يلا بينا ناخد example. For another example بيقول لي 288 minus كام equal 172. اتفقنا ان هو مش هيديني بعد كده points، هيديني ونفترض b مثلا، ها عشان ما تفتكروش ان هي x بس ولا y بس. البي هنا الفاريبل اللي انا محتاجه اعرفه. هو هنا على فكره هيجي يقول لي كده find the variable of b او find b. ها انا عايز اعرف البي هنا بكام. اتفقنا محدش يقول لي الماينس يتحول بلس، ومحدش يقول لي بلس يتحول ماينس، انسوها ونحل بالبار موديل. يلا بينا نحل بالبار موديل. ارسم البار موديل لان هو ده اللي بحل بيه. ويلا دي ايه؟ دي بلس ولا ماينس؟ ماينس. مين فاكر التو equation اللي قلنا عليها او التو expression اللي اتكلمنا عنهم؟ لو ماينس يبقى بارت بلس بارت ولا هول ماينس بارت؟ باينه من اسمها ماينس، يبقى هول ماينس بارت. شاور وانت بتقول تاني، شاور وانت بتقول هول ماينس بارت، هول ماينس بارت، يعني دي في الهول
ماليش دعوه بالنمبر اللي هناك ده على فكره. دي في الهول ودي في البارت. يلا نحط. قالك الهول يبقى حط 288 في الهول اللي هو الكبيره دي، ماينس بارت يبقى دي في البارت، البي في البارت، والنمبر المتبقي احطه في المكان الفاضي يبقى 172. حطيتها اهو. انسى بقى الايكويشن اللي اداهولك خالص ويلا نحل من دي. انا عايز اعرف البي هنا ايكوال كام. ها التو نمبرز هنا هول وبارت، هول وبارت يبقى بلس ولا ماينس؟ ماينس. هول ماينس بارت، احنا اتفقنا لو فوق وتحت يبقى ماينس، يبقى هعمل 288 ماينس 172 حامله ايكوال. خلصت. 8 minus 2 equal 6، 8 minus 7 equal 1، و 2 minus 1 equal 1 يبقى 116. هديكوا example تاني، انا وراكوا لحد ما تفهموها. For another example بيقولي هنا 450 plus z equal 890 وعايز برضو ال variable z equal هنا ايه. تعالوا نشوف ال z هنا equal ايه. برضو هرسم البار موديل. قال لي هنا plus يبقى استخدم الاكسبريشن بتاع مين؟ part plus part. يبقى ده part plus part، يبقى الاتنين هنا نحطهم في الايه؟ في البارت. طب وهنا البارت نحطهم تحت، يعني 450 وهنا الزي. طب الزي هنا، طب في نمبر ناقص حطه في المكان الفاضي 890. ويلا بينا الزي هنا ايكوال كام؟ ماليش دعوه باللي فوق ونركز على البار موديل. هنا 2 نمبرز دول فوق وتحت يبقى ماينس حفظناها، او لو انت مش عايز تحفظها اللي فوق هول واللي تحت بارت، انا مركز على الرقمين اللي موجودين عندي اللي انا حطهم على الكالكليتر، فاكرين؟ فهنا 890 وهنا 450 اعمل لهم بلس ولا ماينس؟ طبعا هول وبارت يبقى ماينس، يبقى انا هقول 890 ماينس 450 equal كام؟ 0 minus 0 0، 9 minus 5 equal 4، و 8 minus 4 equal 4، يبقى الانسر 440. وبكده نكون خلصنا الليسون، وأقابلكم في السيشن الجاي على طول هنحل اكسرسايز، لان الليسون ده بالذات محتاج حل كتير علشان ما تتلخبطوش، عشان بجد الستودنتس عندي بتتلخبط احيانا لما ما بتطبقش في ساعتها. فاشوفكم على خير. Goodbye.